عقولهم. فأنت عقلك ربنا الأعلم به، فإحنا برضو هنخاطبوك بما يليق بينا وليس بما يليق بيك. إليك يا زكريا يا بطرس، فلماذا أنت تتغطرس بكلام تافه تتفوه لرسول الله فلن ينقص؟ سبحان الحق فكافاه، مستهزئ مثلك يتقمص، فستحظى بنار وجحيم وعذاب فيها ولن تهمس. لن تهمس لك طرفة عين، فالويل لك ثم الويل، ويل لمخادع كذاب وفاشل أزلي يرفص. وبحثت لك عن أمثال فمثلك ككلب يلهث، فبنصحي أن صمتا تلزم، ولا تأتي يوما تتكلم عن نور الله وسراجا ونبي الإسلام الأعظم، ولتخسأ أنت وأعوانك عن جهل فيكم يا أبكم.